كلما أمكنها كانت تقتحم الأماكن السرية وتصدح في أعماق الغابة. كانت تمتلك صوت ملائكي يلامس القلوب ويأخذها إلى عالم آخر. تنتشر أخبار موهبة مريم سريعة داخل القرية. ارتفع صيتها في الأماكن السرية وأصبحت مشهورة في القرية. أثناء أحد المناسبات المحلية قرر المجلس القروي إقامة مسابقة غنائية حيث سيتم اختيار الشخص الذي يمتلك أجمل صوت في القرية. عندما علمت مريم بالمسابقة شعرت بالفرصة الحقيقية لتحقيق حلمها على الرغم من المعارضة المستمرة